I'm joking a little bit, but it will be to finish and to retire in Africa or to work maybe. We never know what with. تصريح مثير من مدرب منتخب السعودية هيرفي رونار يفاجئ به المنتخب المغربي بعد فوزه على السعودية ويصدم الملايين. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إن كنت سعيداً وفخوراً بفوز المنتخب المغربي فاضغط إعجاباً للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره السعودي والتي انتهت بفوز ساحق للمنتخب المغربي في واحد من أقوى اللقاءات في كأس العرب، فقد خرج مدرب منتخب السعودية بتصريح غير متوقع أشعل مواقع التواصل. المدرب لم يتحدث عن المباراة فقط، بل تحدث عن شيء أكبر، عن قوة المنتخب المغربي، عن مشروع، عن نظام، عن كرة قدم جديدة صنعت فجوة بين المغرب وباقي المنتخبات العربية، حيث قال بالحرف الواحد: المنتخب المغربي اليوم لا يشبه أي منتخب عربي آخر. هم لا يفوزون بالصدفة، بل يفوزون لأن هناك عملاً حقيقياً وراءهم. لديهم تنظيم، فكر، لاعبون موهوبون، وأسلوب لعب يشبه أوروبا أكثر مما يشبه إفريقيا. ثم أضاف: اليوم المنتخب المغربي أصبح مرجعاً. عندما يستعد فريق لمواجهتهم فهو لا يفكر كيف سيسجل، بل كيف سيمنع المغرب من التسجيل. لكن التصريح الذي أثار الجدل كان عندما قال: هناك من يستهزئ بالمغرب، وهناك من ينتظر سقوطه، وهناك من يتحدث فقط دون أن يعمل. وهؤلاء لم يفهموا أن كرة القدم لا تبنى بالتصريحات ولا بالغيرة ولا بالكلام الفارغ. المغرب يعمل والباقي يشاهد فقط. الجميع فهم المقصود والجميع أدرك الرسالة. المدرب هيرفي رونار أكمل قائلاً: المغرب اليوم ليس فقط منتخباً، بل مشروع دولة. لديهم أكاديميات، لديهم استثمار، لديهم رؤية. وإذا استمروا بهذا الشكل فإفريقيا ستتغير، ولن تبقى أوروبا وحدها تسيطر على كرة القدم. وختم بقوله: إذا كان هناك منتخب يستحق أن يمثل إفريقيا في المستقبل ويصنع التاريخ فهو المنتخب المغربي، ليس لأنهم فازوا علينا اليوم، بل لأنهم صنعوا شيئاً لم يجرؤ غيرهم على صنعه. وفي النهاية شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في قناتنا ليصلك كل جديد.